أي شخص بحث عن سورة البقرة إلا أنه ذاق المر والأمر منه، وعصفت به الرياح يمينا ويسارا. وصل إلى حقيقة أن القرب من الله هو الحل. عاش الابتلاء بشكل صحيح، فهم المطلوب منه، أقر بضعفه وتجرد من قوته إلى قوة القوي المتين. كل من يقرأ سورة البقرة هو شخص أراد معرفة الله، كان تائه النفس، فارغ القلب، مجمد المشاعر. وصل إلى مرحلة لا يعرف ما هي الفرحة ولا ما هو الحزن. ولكن هل سيتركه الله؟ حاشاه. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء هداه لسورة البقرة ويسر له ذلك، ولولا أنه من المتقين لما اهتدى إليها. كيف؟ هذا القرآن ليس هدى لكل أحد، لا، قال تعالى هدى للمتقين، المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويتصدقون ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما هو الإيمان؟ أن تكون متأكد لا وجود للشك في قلبك، متيقن أن الغيب حق، وأن النبي حق، وأن كل ما قاله النبي حق، وأن القرآن حق، وأنك ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة. الذي يعرف ويؤمن بالغيب، الغيب يعني ملائكة، القدر، الغيب أي شيء موجود ولا نعلمه ولا نعرفه في علم الله. التقي لا يعصي الله في خلواته لأنه يؤمن بالغيب، يؤمن أنه ليس لوحده كما تظهر له عينه، يخاف الله في سره وعلانيته. أولئك هم المفلحون. إنها خريطة للهدى في سورة البقرة: إيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الصدقة، التوحيد، الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما هي رسالة الأنبياء والرسل أصلا؟ كلهم جاءوا برسالة واحدة وهي التوحيد، لا إله إلا الله. التقي هو من لا يشرك بالله، والشرك عدة أنواع ليست أصنام فقط. هناك من يشرك نفسه مع الله، يعبد هواه، والهوى أخطر أنواع الشرك. أصبح الإنسان يعبد هواه حتى قلب الليل والنهار، فأصبح ينام النهار ويستيقظ بالليل. هذه عبادة الهوى، يعني أنا أفعل ما أريد، لا ألتزم بالقوانين الكونية. الالتزام بالقوانين الكونية هو عبادة، وجعل النهار معاشا والليل سباتا. فإذا خرقت القوانين الكونية التي جعلها الله فأنت تتحدى الله. أصلا النوم بالليل لا يعادله النوم بالنهار. ومن صفات المتقين الالتزام بالقوانين الكونية في النوم والمشرب والمأكل والملبس. هدى للمتقين. إذن صفات المتقين: يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ينفقون مما رزقهم الله، يوحدون الله، يوقنون بيوم الحساب. أولئك هم المفلحون. الفلاح يساوي تقوى الله. أصحاب سورة البقرة يعيشون أجمل أيامهم. الامتلاك الحقيقي هي أن تمتلك البركة في كل شيء، تصبح من أولياء الله الصالحين، أن تكون مجاب الدعوة. هكذا يتحقق المستحيل.